جراحه السمنه عصايه سحريه بلا شك، عصايه سحريه رائعه، لكن مفيش في الطب ومفيش في الدنيا حاجه اسمها العصايه السحريه الكامله اللي هو ايه كده وتمام. لا، في انت بتقول لي ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ان انت تعتقد انك خلاص عملت جراحه سمنه فاعمل اللي انا عايزه بقى. العملية أداة فعالة قوية تساعدك على التخلص من عاداتك الغذائية الخاطئة، وعشان كده بنتكلم مرارا وتكرارا نقول فلسفة السمنة، فلسفة مرض السمنة. لازم تبقى فاهم مرض السمنة قصته إيه، عشان لما تبقى فاهم هذا المرض قصته إيه تفهم دور العملية إيه، عشان تعرف تتعامل مع القصة صح وتوصل لأكتر حاجة ممكنة ممكن توصل لها من أنت تغير نفسك. فلسفة السمنة إنه مرض زي بقية الأمراض، زي مرض الضغط، زي مرض السكر، ما ينفعش أعالجه بالإرادة، واتكلمنا في القصة دي قبل كده. أنت ما عندكش إرادة إذا أنت إنسان ضعيف وعندك وزن زايد، أنت عندك إرادة فأنت رفيع، لا، الموضوع ليه شق هرموني، مرض علاجي محتاج علاج وتدخل. العملية بتعالج هذا المرض، بتعالجه مش بس زي التكميم أو التحويل، مش بس كمية أكل، ليها علاج هرموني ان هو مرض فسيولوجي. واحد عنده سكر 10 سنين بيسال عن العمليه الانسب، وبيسال هل ساسي مناسبه، هل تكميم المعده مناسب. اختيار العمليه يا جماعه بيكون متفصل. احنا نظريه النيو ميديسن، الطب الحديث، ما فيش حاجه اسمها انا بالتليفون. بيجي لنا اسئله كتير جدا على الصفحه في التليفون، يا دكتور انا وزني كذا وطولي كذا، ينفع اعمل تكميم ولا تحويل؟ اقول له يا فندم الانسب ليك تقريبا كذا، بالتحديد النهائي بيكون بعد الكشف. السمنه بعبع مخيف. اللي احنا قلناه النهارده بيتعلق بانه السمنه ليست العصايه، الجراحه السمنه ليست العصايه السحريه بس، حضرتك عليك مسؤوليه ودور.